في حاجة كده عندنا اسمها ظل التمسك أو التملك عند الراجل. اعرف إن هما بيسموا الحاجة دي ظل إنها بتكون ملازماك من غير ما تحس. فأنت تخيل معايا كده إن أنت اتعرفت على ست حسيت معاها بأمان إثارة وكان في تواصل كويس ما بينكم وحسيت إنكم ممكن تاخدوا خطوة إيجابية مع بعض. وبعدين دخل راجل تاني في المشهد ولقيتها بس مجرد إنها بصت له وابتسمت. حسيت فجأة بشوية قفلة في صدرك، مش مرتاح، جالك إحساس بغيرة أو شوية تهديد. هنا الموضوع ما بيكونش عن البنت اللي قدامه أو اللي بيسموه صاحبها، لا فجأة حاجة ظهرت جواك وبتقولك الله ده أنت طلعت بتحبها. طب هو يا ترى الحب ده ممكن يتاخد مني؟ ده الاهتمام ما طلعش كله ليا وكان محدود، ويا ترى هو أنا لازم أنافس عشان أكون مهم؟ ده اللي بيسموه ظل التملك في الرجولة، الجزء اللي بيحب يسيطر ويتملك ويكره إنه يخسر. التنبيه اللي ظهر فجأة جوه الراجل ده ما بيكونش سبب إن هو كويس أو وحش، هو فجأة حس إن هو ممكن يبقى اختيار تاني أو ما تعودش إن حد يختاره أساسا. طيب لو لقيت نفسك جالك الإحساس ده واتضايقت وغيرت، بدل ما تفكر إنك توزن العلاقة دي بمنتهى الهدوء وتفكر هي تنفعك ولا لأ، تعمل إيه؟ فلازم تعرف إن الأمان الداخلي اللي جواك ما بيعتمدش أساسا على الناس، هو بيعتمد عليك أنت، ويا ترى أنت شايف نفسك إزاي؟ وتعلم إنك لازم تكون حنين على الجزء اللي خايف جواك، القسوة هنا عمرها ما كانت حل. حلو على فكرة إن أنت تحب من غير ما تتملك، والاختيارات دايما موجودة حواليك كتير، فأنت مضيقها ليه؟ أنت بس مجرد تفكر كده وشوف اللي قدامك مناسب ليك ولا لأ بالعقل مش بعشم. بيقولوا الملك الحقيقي بيكون واثق في مكانته وما بيحتاجش يحرس عرشه، بيكون عارف كويس ان اللي مكتوب له ليه مش هيضيع منه. المواضيع اللي بنتكلم فيها بتكون صغيره كده ولذيذه وبتلفت نظر ناس كتير لحاجات فيهم ما بيكونش واخدين بالهم منها. لايك وشير عشان تدعم المحتوى المحترم، واكتب رايك دايما في الكومنتات، انا بقراها كلها وبنتكلم فيها. انا هيثم المعداوي وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.